المدرسة دي يمكن بتعتبر من أشهر المدارس في اسكندرية، وإبراهيم هيقول لنا إيه السبب. ده حقيقي فعلا يا سراز، كتير من المشاهير تخرجوا في مدرسة العباسية بالاسكندرية، ويمكن تخرج فيها 3 رؤساء الوزراء في مصر، هم الدكتور عبد العزيز حجازي، الدكتور عبد القادر حاتم، ممدوح سالم، كمان تخرج منها وزراء كتير زي أحمد جويلي، دكتور عصمت عبد المجيد، والسيد فهمي، والدكتور يسري جمل، والدكتور مفيد شهاب، اللي أقيمت الاحتفالية برعايته حضرها اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية، هو برضو أحد خريجي مدرسة العباسية العسكرية بالاسكندرية. كانت الحاجة المفاجأة الجميلة اللي موجودة في الحفل ده هو وجود طالب في سنة تانية ثانوي، وهو مخترع، ليه حوالي 100 اختراع، منهم 43 مسجلين. هنشوف كاميرا صباح الخير يا مصر جابت لنا ايه في التقرير اللي جاي، ونرجع مع حضراتكم تاني. أني سعيد جدا أن أشارك العباسية الثانوية في الإسكندرية الاحتفال بعيدها المئوي. ذكرى غالية على المدرسة وعلى وجه الخصوص بالنسبة لكل خريجيها، وهذه مدرسة على مدى 100 عام خرجت الآلاف من الخريجين من خيرة أبناء الوطن الذين قادوا عملية التطوير والتحديث والبناء في مصر الحديثة. وما شاهدته من مظاهر الاهتمام بالعلم في متحف وأنشطة طلابية أخرى، أو في نواحي فنية كفرق الموسيقى والمعرض الفني الذي شاهدناه، وكل عمليات التطوير التي تتم في المدرسة تجعلني أستبشر خيرا بأن المدرسة في إطار ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير تسير على الطريق السليم. هذه المدرسة مدرسة متميزة جدا. أنا التحقت بهذه المدرسة وهي تحتفل بعيدها الذهبي منذ 50 عام، واليوم أحضر وهي تحتفل بعيدها المئوي. هذه المدرسة هي كانت نموذج دائما للتميز، كانت بتحرص على أولا قبول الطلاب الحاصلين على أعلى مجموعة في الإعدادية، كانت بتحرص على يكون هناك مستوى متميز. مدرجات العلوم، متحف الأحياء الطبيعية تجدها في هذه المدرسة. الاهتمام بالأنشطة على مدى 100 سنة استمرت هذه المدرسة نموذج للتميز. الحقيقة الرسالة لإدارة المدرسة الاستمرار في حمل هذه الرسالة، أن التميز هو عنوان المستقبل. بالنسبة لهذه المدرسة لها وضع خاص عندنا في اسكندرية. مدرسة مميزة، مدرسة لها الطابع اللي هو التعليمي المظبوط. لو جينا بنقول والله نموذج ايه اللي اتحط المدرسة ان هي تخرج طلبة وتخرج نشء جديد وتخرج قيم، هي مدرسة عباسية. اسمي عبد الرؤوف حلمي السيد، طالب بمدرسة العباسية الثانوية العسكرية الصف الثاني الثانوي. اخترعت 43 اختراع، مصنف 48 على مستوى العالم في الفيزياء. في كرسي للمعوقين بيطلع السلالم وينزل السلالم وبيعدي الحواجز، ويساعد المريض في العلاج الطبيعي، وبيأمن المريض الحماية، ويساعده في توفير طاقته البشرية، وبينور وبيشتغل ببطارية 9 فولت. في اختراع تاني اسمه كاسحة ألغام لتطهير منطقة العلمين وشمال سيناء من الألغام اللي فيها. أول ما دخلت المدرسة كنت بحب جدا الرياضة والفيزياء، والحمد لله أنا متفوق فيهم دلوقتي. الناس دي علمتنا إزاي نحلم، وإزاي إن إحنا نتفوق، تمام، وإزاي إن إحنا يعني نكون نافعين لبلدنا.